اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم أمير سلامة، والنهاردة ان شاء الله هنعمل البسكوت العسول اللي قدامكم ده. هنعمل البتر كوكيز. ليه نشتريه ب500 جنيه لما احنا ممكن نعمله بأقل من ربع التكلفة؟ شايفين شكله حلو قوي وما يفرقش عن بره، بالعكس بتاع البيت واللي احنا عاملينه بايدينا بيطلع احلى من بتاع بره بكتير كمان، وضامنين احنا حاطين فيه ايه وعاملينه ازاي. شايفين شكله حلو جدا، وكمان انتوا هتعملوه احسن مني. تعالوا كده نشوفه من جوه. شايفين هنعمل الاربع اشكال. المفروض بدل شكل القلب ده بيبقى مربع، بس انا بحب شكل القلب الصراحه، ومادام عاملينه للبيت يبقى نفتكس زي ما احنا عايزين. لكن لو اوردر طبعا هيبقى لازم الشكل المربع عشان يبقى زي بتاع بره. شايفين الكوكيز عامل ازاي؟ المفروض برضو يبقى بدل الشوكولات شيبس تبقى قراصية، بس انا للاسف مش بحبها يعني، او مش بتحبني، فحطيت بدلها شوكولات شيبس. اللي انتوا حابينه واللي انتوا عايزينه اعملوه، الأطعمة اللي انتوا بتحبوها اعملوها. شايفين شكله من جوه عامل ازاي؟ حلو جدا ودايب دوب. شايفين؟ مقرمش ودايب في نفس الوقت. شايفين قلبه عامل ازاي؟ حلو جدا وهيعجبكم جدا جدا. يلا نشوف عملناه ازاي. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق، عندي كوباية ونص من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، 2 عدد بيضة، باكت من الفانيليا، كوباية الا ربع سكر بودرة. ممكن بدل الزبدة سمنة، بس السمنة هتكون ساقعة من التلاجة. هنحط كده الزبدة ونحط عليها السكر البودر، ونضربها كويس جدا لغاية اما لونها يفتح بالمضرب الكهربائي. ممكن بايدك عادي، بس هياخد معاكي وقت شوية. شايفين لونها فتح معايا ازاي؟ هنزل بقى بالبيض. لازم 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 ضروري يكون البيض بدرجة حرارة المطبخ. نزلت بالبيض كده وبالفانيليا عليه. لازم يكون البيض بدرجة حرارة المطبخ عشان الزبدة ما تفصلش معاكم. نسيت اقول لكم معلش، حاطه ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر وذره من الملح على الدقيق. هنزل كده بالدقيق وهسيب مع حوالي معلقتين كبار في الطبق، مش هحطهم دلوقتي هتعرفوا ليه. هقلب كده كويس. انا بقلب بس، بخلي المكونات تختلط مع بعضها، مش بعجن خالص عشان البسكوتة ما تعضمش معاكي او ما تنشفش معاكي. شايفين كده قلبتها تمام. هحاول بس اجزأ كده 4 اجزاء عشان اخد الربع الكمية. وعندي هنا كيس حلواني هاخد فيه ربع الكمية كده، وانا حاطة فيه قمع البيتيفور. للأمانة المفروض القمع يبقى البلبلة اصغر من كده، الحجم الاصغر، بس انا بصراحة ما عنديش غير الحجم ده، فمفيش حاجة هتوقفنا يعني، فروحت عاملة بيه على طول. هو كده كده للبيت، لكن لو هتطلعيه اوردر يبقى لازم تجيب البلبلة الاصغر عشان يبقى زي بتاع بره. هفضل اعمله بقى لغاية اما اخلص كل الكمية. شايفين بعجنه كده بايدي، مش بعجنه، انا بلم المكونات بنعمل عجينة معايا، لكن مش بعجنه عشان ما تنشفش معانا. شايفين كده انا خلاص خدت ربع الكمية.
فردتها اهو. وعندي هنا قطعة البريتزل، دي بتبقى في اي محل مستلزمات حلويات. هحطها كده واضغط عليها. برضو لو انتي بتعملي البيت مش شرط القطعة دي خالص، اعملي الشكل اللي انتي حباه. شايفين شكلها حلو قوي. اهو بيتشال معايا بكل سهولة. والحتت اللي ما نزلتش دي هنزلها كده بالخل عادي. شايفين شكلها حلو قوي، اللهم بارك. معلش في اللقطة دي نسيت اوريكم احنا هنعمل ايه، بس هرجع اوريها لكم دلوقتي. احنا المفروض اول ما بنشيل العجينة كده بنروح حاطينها في السكر على طول، وبعد كده بنشيلها نحطها في الصينية اهو زي ما قدامكم كده بالظبط. الطعم ده يا جماعة من اكتر الحاجات اللي عجبتني فيه بصراحة، لان مقرمش كده وحلو. يعني بسكوت فيه كذا نكهة يعجب كل الاذواق، سكر، جوز هند، شوكولات شيبس، هيعجبكم انا واثقة. شايفين طبعا انا كنت مسخنة الفرن على اعلى درجة حرارة، بس اول ما اجي ادخل الصواني بتاعتنا هدخلها على درجة حرارة 180 واسيبها براحتها خالص لغاية اما تاخد اللون الذهبي القمر معايا ده. شايفين شكله حلو قوي ما شاء الله، اللهم بارك. في نص ساعة هتكوني مخلصة ومحضرة لولادك. شايفين لونه حلو قوي، تسويته ممتازة. اهم حاجة خلي عينك عليه على درجة حرارة 180. هنا دي الكمية بتاعتنا اهي ما شاء الله. شوفوا بقى الكمية دي هتشتروها من بره بقد ايه. العلبة بره بيبقى فيها الكمية دي يا جماعة ب500 جنيه، انتم متخيلين؟ لكن انتي بأقل من ربع التكلفة هتعمليها لولادك واكتر كمان. شايفين شكله ما شاء الله حلو جدا. شوفوا الفيديو وقومي اعمليها على طول، وياريت تقولي رأيكم في التعليقات، وياريت ما تكسلوش يا جماعة تحطوا لايك، شجعوني كده ان انا اكمل. شايفين ما شاء الله الاربعة احلى من بعض. تعالوا نشوفوا من جوه كده. بصوا الكوكيز ما شاء الله، اللهم بارك. ده اللي بالسكر اهو. السكر ما بيسيحش ولا حاجة، فبيدي طبقة قرمشة كده حلوة جدا، مقرمش ودايب في نفس الوقت. شايفين؟ ده اللي بجوز الهند اهو. النكهات كلها احلى من بعض، لازم لازم تجربوا. شكله حلو جدا وطعمه احلى بكتير، وانت هتعمله احلى واحلى كمان. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.